بيبدأ الفيلم في قصر عائلة لودوماس، وبنشوف طفلين بيجروا وبيكون باين عليهم الخوف، وهم دانيال الأخ الكبير وأليكس الأخ الصغير. وبيشوفوا راجل اسمه تشارلز وهو لابس بدلة عريس، وبيكون مجروح وواخد سهم في بطنه، وبيمسك في دانيال علشان يساعده. لكن دانيال بينادي على عيلته علشان يجوا يمسكوه، وبتفضل مراته هيلين تتحايل عليهم إنهم ما يقتلوش جوزها، لكنهم بيضربوه بالأسهم وبيموت. وهيلين بتستسلم للأمر الواقع وبتمشي مع باقي العيلة. وبيعدي على الحادثة دي 30 سنة، وبنشوف جريس العروسة وهي فستان الفرح وقاعدة بتستعد علشان فرحها. وبيدخل أليكس يتكلم معاها، وبيفضل يتكلم عن عيلته إنهم ناس فظيعة وهو عارف كده، وبيفكرها إنه عرض عليها يهربوا من العيلة ويتجوزوا بعيد وهي اللي رفضت، لكنها بتعرفه إنها عايزة تكون جزء من العيلة بتاعة الراجل اللي هتتجوزه وتندمج معاهم. وبعد شوية بينزلوا هما الاتنين على الفرح وبيتصوروا وبيخلصوا كل حاجة وبيطلعوا على أوضتهم. لكن جريس بتتخض لما بتشوف حد واقف عند أوضتهم، وبتكون هيلين عمة أليكس، وبتقول لهم إن العيلة كلها متجمعة ومستنية تحت. وأليكس بيقول لها إنهم نازلين وراها، وطبعا جريس بتستغرب، فبيعرفها أليكس إنها دخلت وخرجت من ممر الخدم، وبيقول لها إن العيلة كلها تحت علشان ده طقس عندهم، إن أي فرد جديد يدخل العيلة لازم يلعب معاهم لعبة الورق، وهو وحظه في الورقة اللي سحبها. وجريس بتكون مش فاهمة حاجة، لكنها بتقوله إنها هتنزل تلعب علشان تكسب. وأليكس بيقول لها إنه هيسبق هو على أوضة الموسيقى اللي في القصر وهي تيجي وراه. وبعد شوية بتنزل جريس وبتتعرف على والدة أليكس وأخته إيميلي وجوزها فيتش، وبيدخلوا كلهم غرفة الألعاب. وبيبدأ توني والد أليكس يحكي قصة جده الأكبر فيكتور اللي كان شغال تاجر بحري، وفي يوم قابل السيد لوبيل على سفينة وقعدوا يلعبوا الورق لساعات، والسيد لوبيل عرض عليه لغز، ولو حله هيموله بالفلوس اللي عايزها لأي مشروع يحتاجه. والجد الأكبر فيكتور قعد ساعات لحد ما قدر يفك لغز الصندوق، والسيد لوبيل وفى بوعده ومول العيلة بفلوس كتير، ومن وقتها وهم ملوك الألعاب الورقية. علشان كده تقديسا للسيد لوبيل احنا بنعمل الطقس ده كل ما حد جديد يدخل العيلة عندنا. وبيوري جريس الصندوق وبيحط جواه كارت فاضي، وبيقول لها تسحب الكارت وتقول للسيد لوبيل اختار ليها لعبة ايه، وجريس بتسحب وبتقول لهم لعبة استغماية. وعلى طول كل العيلة وشها بيتغير، وجريس مش فاهمة فيه ايه، فبيقول لها توني إن اللعبة بتقول إنهم هيعدوا لحد 100 وهي تستخبى منهم، ولو لقوها يبقى خسرت، ولو فضلت مستخبية لحد أول ضوء شمس يبقى هم اللي خسروا. وأليكس بيروح علشان يقول لجريس تقابله في أوضتهم كمان شوية، لكن جريس بتقوله إنها عايزة تلعب، وفعلا بتستخبى جريس في الأسانسير الصغير بتاع الأكل. وبتبدأ العيلة كلها تجهز وتشيل أسلحة حقيقية عشان لو لقوا جريس يخلصوا عليها ويكسبوا اللعبة. وأم أليكس بتقوله يفضل هو في الأوضة علشان الموضوع ما يبقاش صعب عليه، وبتخلي تشاريتي مرات دانيال أخو أليكس تراقب الباب لحد ما يخلصوا. لكن أليكس بيقدر يهرب منهم من ممر الخدم وبيروح علشان يدور على جريس. وفي الوقت ده بنشوف الخادمة وهي قاعدة مع أولاد دانيال الاتنين في أوضتهم، وبتروح عليها نومة، ولما بتفوق بيكون واحد منهم اسمه جورجي مش موجود، فبتروح تدور عليه وبتفضل تنادي عليه في القصر. وجريس بتكون زهقت من اللعبة وبتخرج من الأسانسير، لكنها بتسمع صوت الخادمة وبتستخبى منها، وبتتفاجئ بإيد بتسحبها جوه، وبيكون ده أليكس، وبيحاول إنه يخبيها لأن بتكون تشاريتي بتدور على أليكس وجريس. ولما بتشوف الخادمة كلارا من بعيد كده بتفتكرها جريس وبتقتلها، وساعتها العيلة كلها بتيجي وبيتخانقوا مع تشاريتي وبيقولوا لها إنهم عايزين يصيبوا جريس بس ما يقتلوهاش علشان يعملوا عليها الطقوس وبعد كده يخلصوا منها. وبتكون جريس مصدومة من اللي سمعته ده وهي مستخبية، بس أليكس بياخدها بسرعة وبيقول لها إن مفيش وقت، وبيعرفها إن العيلة مش هتسيبها عشان لو الشمس طلعت وهي ما ماتتش الشر هيصيب العيلة والسيد لوبل هينتقم منهم كلهم، علشان كده لازم تهربي. وبيقول لها تقابله عند المطبخ، وجريس بتقطع الفستان بتاعها علشان تعرف تتحرك بسهولة، وبتنزل تحت بتلاقي بابين، وبتكون مش عارفة باب المطبخ أنهي واحد فيهم، فبتفتح باب منهم وبتلاقي نفسها في الممر اللي فيه أهل أليكس وهم شايلين جثة الخادمة اللي لسه مقتولة. وإيميلي أخت أليكس بتفضل تضرب نار على جريس بشكل عشوائي، لكن مفيش حاجة بتيجي فيها لحد ما بتقدر جريس تهرب منهم وتستخبى، وبتسمع صوت حد جاي عليها وبتتفاجئ إنه دانيال، ودانيال بيقول لها إنه هيديها فرصة تهرب قبل ما يبلغ العيلة. وفعلا أول ما بتهرب بينادي على العيلة كلها، وبعد شوية بتوصل خادمة تانية وبتقول إنها شافت جريس بتجري في الاتجاه ده، وإيميلي بتكون ماسكة قوس في إيديها وبيخرج منه سهم بالغلط بيجي في بق الخادمة وبتموت هي كمان. وفي الوقت ده بتكون جريس وصلت لغرفة الألعاب مرة تانية وبتاخد بندقية وذخيرة وتحاول تسلح نفسها، وبتنزل على المطبخ علشان تهرب لكن بيكون الباب مقفول، وبتسمع صوت حد وبتستخبى على طول، وبيكون ستيفنز الطباخ واقف في المطبخ بيحضر مشروب،
وبتستغل جريس إنه مشغول وبتحط ذخيرة في البندقية اللي معاها وبتهدده بيها وبتضرب طلقة علشان تخوفه، لكنها بتتفاجئ إن البندقية مش بتضرب وإن كل اللي معاها ده للعرض بس مش حقيقي. فبتمسك أدوات من المطبخ وبتكسرها على دماغه وبتقدر تهرب. والناحية التانية بيكون أليكس في غرفة التحكم وبيبوظ الأجهزة علشان يفتح الشبابيك والأبواب ويقدر يدي فرصة لجريس إنها تهرب، لكن بيجي والده وبيتخانق معاه ودانيال بيهدي ما بينهم هما الاتنين، وتوني بيستغل انشغال أليكس فبيضربه على دماغه وبيغمى عليه. وبتكون جريس قريبة من الأوضة دي وسمعت كل اللي حصل، فبتجري منهم على الأسانسير الصغير اللي كانت مستخبية في أول اللعبة، وبتلاقي خادمة اسمها دورا مستخبية جوه وخايفة، وبتفضل جريس تهديها وتقول لها ما تخافيش هما بيدوروا عليا أنا مش انتي، لكن دورا بتغدر بيها وبتنادي على العيلة عشان يمسكوها، ولسوء حظها بتدوس على الزرار بتاع الأسانسير والباب بيقفل عليها وبتموت. بعدها بنشوف توني وهو رابط أليكس في السرير علشان يمنعه إنه يحذر جريس أو ينقذها، وفي الوقت ده بتكون جريس قدرت تلاقي شباك مفتوح ونطت من القصر وبدأت تجري في الشارع، وبتفضل تجري لحد ما بتلاقي حد جاي عليها بكشاف فبتستخبى منه وبتدخل الحظيرة علشان ما يشوفهاش. وبعد شوية بتشوف إن الطفل الصغير جورجي وبتحس إنها مطمنة إن جورجي هو اللي عندها، لكن المشكلة إنها لما بتقرب منه بيضربها بالنار في إيديها، وجريس بترد عليه ببوكس بتخليه يفقد الوعي، وساعتها بتشوف معزة وبتتخض منها فبترجع لورا وبتقع في الأوضة اللي كانت مقفولة واللي بيدفنوا فيها كل الجثث القديمة، وبتحاول تخرج من الأوضة وهي خايفة وبتربط إيديها المصابة أول ما بتطلع. بعدها بتفضل تجري في الشارع مرة تانية وتشاريتي بتشوفها وبتضرب عليها سهم لكنه ما بيجيش فيها، وبتدخل بعدها علشان تبلغ العيلة كلها إن جريس هربت ناحية الغابة، وعلى طول بيتحرك الطباخ ستيفنز بالعربية بتاعته علشان يطارد جريس، وبيكلمهم فيديو كله بيعرفهم على مكانها، وبيفضل يطارد جريس لحد ما بيقدر يلاقيها وبيهجم عليها، بس جريس بتضربه وبتخنقه بالقماشة اللي رابطة بيها إيديها وبتوقعه على الأرض، وبتقدر تاخد منه العربية وبتمشي وبتستخدم تقنية في العربية اسمها الرحلة الآمنة، وبتقول لها تتصل بالشرطة، لكن التقنية دي بترد عليها إنه واضح إن العربية مسروقة علشان كده مضطرين يوقفوا العربية عن الحركة. وفعلا العربية بتقف وبتتفاجئ بستيفنز الطباخ وهو بيكسر إزاز العربية، وهي بتتخض لأنها كانت فاكرة إنه مات، ولكنه بيضربها بمسدس التخدير فبيغمى عليها وبياخدها في العربية على القصر مرة تانية بعد ما بيكون عرف العيلة كلها بالفيديو، لكن جريس بتفوق وبتقدر تضرب ستيفنز وبتخليه يعمل حادثة بالعربية والعربية بتتقلب بيهم. ولما بتيجي جريس تخرج من العربية بتلاقي دانيال في وشها وبيضربها بالبندقية علشان تفقد الوعي ويرجعوها على القصر. بعدها بتبدأ العيلة كلها في التحضير للطقوس وبيلبسوا اللبس المخصص وبيشربوا مشروب معين للمناسبة دي، لكن مرة واحدة بيتعبوا كلهم وبيكونوا مش قادرين يقفوا على رجليهم، وبيعرفوا إن دانيال حط لهم مادة في المشروب علشان يقدر يهرب جريس، وفعلا بيفكها وبيجري بيها وبيقول لها إنه دور على المادة اللي حاططها دي وهما بس هيتعبوا أسبوع وهيبقوا كويسين بعد كده، والمهم إنك تهربي دلوقتي. وفي نفس الوقت بيكون أليكس قدر يفك نفسه من الكلبشات اللي في إيده ويخرج يدور على جريس، لكن بتظهر تشاريتي مرات دانيال وبتهدد دانيال وجريس إنها تقتلهم لأنها شاكة إن جوزها على علاقة بجريس وبيحبها، وبتخرج طلقة من المسدس بتاعها بتيجي في رقبة دانيال وبتقتله، وساعتها بتضربها جريس وبتاخد منها المسدس بتاعها وبتقدر تفقدها الوعي. ولما بتيجي تهرب بتتفاجئ جريس بوالد أليكس وهو بيوقفها وبيقول لها إنها مش هتخرج من هنا عايشة أبدا، لكنها بتمسك مصباح وبتضربه بيه فبيغمى عليه، وبتكمل طريقها فبتقابل بيكي والدة أليكس وبتشتبك معاها وبتقدر جريس إنها تمسك الصندوق بتاع لوبل وبتضرب بيكي على دماغها بتقتلها. بعدها بيجي أليكس بعد ما كان بيدور على جريس وهي بتعتذر ليه إنها قتلت والدته، فبيقول لها إن هو اللي آسف لأنها كده أكيد مش هتعيش معاه بعد اللي شافته ده، علشان كده لازم نخلص الطقوس، وبيمسكها علشان يكملوا الطقوس قبل ما الشمس ما تطلع، وبيحطوها العيلة كلها على الترابيزة وبيمسك أليكس السكينة في إيده علشان يقتلها، لكنه بيضربها بالسكينة فبتيجي في كتفها، وبتقوم جريس وبتحاول تهرب تاني، لكن المرة دي بتكتشف العمة هيلين إن الشمس طلعت، وبيخافوا كلهم وبيكونوا مرعوبين من عقاب لوبل، لكنهم بيفضلوا باصين لبعض ومش بيحصل حاجة، وهيلين بتقول إن البنت دي لازم تموت، ومرة واحدة بتنفجر هيلين مكانها والمزيكا بتشتغل في البيت لوحدها وبيحصل حريق، وكلهم بيفضلوا يقولوا للسيد لوبل إنهم آسفين، لكنهم بينفجروا واحد ورا التاني ما عدا أليكس اللي بيروح لجريس وبيقول لها أنا مش زيهم وعلشان كده ما حصلنيش حاجة، وبيقول لها تعالي نعيش مع بعض في سلام، لكن فجأة بينفجر هو كمان، ولما بتبص على الكرسي بتشوف شبح السيد لوبل أو الشيطان اللي كانت العيلة عاملة معاه الصفقة، وبتخرج تقعد على السلالم بعد ما عدت أصعب ليلة في حياتها كلها. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش لايك وشير وكومنت لقناتنا كلام في أفلام.